وهاي بصوا بقى، انا جربت كتير وقليل من الكنزات دي، لان انا قططي اللي جوه البيت مش بياكلوا كنزات، بياكلوا باوتشز. اللي عارف الفرق ما بين الكنزات وباوتشز، هما بياكلوا باوتشز. الفترة الأخيرة وأنا بعمل لكم فيديوز بأكل فيها قطط الجنينة بتاعتي اللي هم 15 قطة، كنت بجرب كنزات كتير جدا، وكانت أغلبها بتبقى كنزات مصري أو محلية الصنع. ما كانتش بتبقى فيها كمية المرقة والنظافة والريحة الحلوة اللي أنا بشوفها في الكنزات المستوردة زي الفيديو ده. كنز اسمها ميجلر جاتو. دي إيطالية الصنع غالبا، إيطالية الصنع. فيها كمية مرقة وفليفرز وريحتها قمر، واللحمه كده اللي فيها هي دي كانت بالسمك، تحسها مش بواقي مصانع كده، لا حاجه نظيفه. طبعا زودت عليها دراي فود زي ما بنعمل على طول علشان الوجبه تبقى كافيه مغذيه. والنهارده استعملت دراي فود مختلف. نوع ايه يا ربي انا مش فاكره. كان تقريبا مجمة، لا مش مجمة، نوع ايه، دودزي. اسمه دودزي. برضو ريحته حلوه وريحته نظيفه اكشلي. انا دايما كنت بستخدم حاجه اسمها ترينر، فالمره دي قلت اجرب دودزي. يعني جبت الاثنين دودزي وترينر. يلا بينا. قولوا لي عايزين اجرب كنزات ايه في الفيديوز اللي جايه. اشوفكم تاني، باي. ثانيه واحده قصدي جراي، ده جراي اللي ما بتاكلش.